العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. الأمين العام لمجمع الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يلقي كلمة القداس. تأهيل الأسر المحتاجة في قلوج. أنشطة نفير لحماية التربة والمياه في ضاحية بيت جبريل. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن روسيا اختارت الموجة ويحتفظ بحق الرد. حريق يودي بحياة 16 مصابا بكورونا وممرضتين في أحد مستشفيات الهند. و11 قتيلا في عاصفة في مدينة صينية قريبة من شنغهاي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم نيافة الأنبا بطرس أمين عام المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية كلمة بمناسبة عيد الفصح المجيد، وعبر في كلمته عن سعادته لاستئناف خدمات العبادة واستقبال الكنائس للمؤمنين تزامنا مع قدوم عيد الفصح بعد توقف دام عام كامل نتيجة القرارات الوقائية التي صدرت لمكافحة جائحة كورونا. وذكر نيافة الأنبا بطرس في كلمته بأن الخطوة المتخذة حاليا بفتح دور العبادة لا تعني زوال فيروس كورونا، موصيا الجميع التقيد بالتعليمات والتوجيهات الوقائية لوزارة الصحة ونصائح مجمع المقدس في التجمعات التي يمكن أن تحدث داخل دور العبادة وخارجها للحفاظ أو للمحافظة على حياتنا وحياة أسرنا. كما أشار إلى أن مجمع المقدس يتأهب استنادا إلى سلطته واتباعا لقوانين الكنيسة لتعيين البطايرك الخامس في الختام. بعد أن تمنى من الله أن يعم السلام والوحدة والوئام، نصح المؤمنين بإحياء عيد الفصح المبارك بالمحافظة على القيم الروحية وزيارة المرضى ومساعدة المحتاجين. في غضون ذلك قدمت فرقة حارين الفنية باقة من الأغاني بمناسبة عيد الفصح المجيد بالتعاون بين وزارة الإعلام والقوات الخاصة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلوج بتأهيل 238 أسرة محتاجة في 16 ضاحية بالمديرية في إطار البرامج الحكومية لتخفيف المصاعب الاقتصادية للأسر. وأوضحت مسؤولة المكتب في المديرية تقديم عربات الكارو ل 230 أسرة والماعز والأغنام بقيمة 10,000 نقفة لكل من 8 أسر. من ناحية ثانية، نظم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة سيمينارا تنويريا في مديريات عالي القاش حول رعاية المعاقين والمسنين والمواطنين الذين لديهم مصاعب مختلفة. وهدف السيمينار إقامة لجان التأهيل الاجتماعي والتنمية في الضواحي والقرى لخلق الأرضية لإيجاد فرص العمل والعناية بالمعاقين والمسنين والمواطنين ذو المصاعب المختلفة. وقال مسؤول الرعاية الاجتماعية في المكتب إن على مدراء الضواحي التعرف على أوضاع المعاقين والمسنين والمواطنين الآخرين الذين لديهم مصاعب مختلفة والعمل لمساعدتهم ونقل المعلومات للجهات المعنية على أن يحدث الدعم المقدم الحل الأساسي وترسيخ ثقافة العمل. وأوضح مدير ضاحية أعالي القاش السيد جدي استيفانوس أن مساعدة المعاقين والمسنين والمحتاجين ليست مسؤولية جهات بعينها، وعلى المجتمع المساهمة حسب القدرات، مؤكدا على عمل إدارة المديرية لخلق المناخ الملائم لمساعدتهم. قامت المؤسسات في مدينة دقمحرة بتسيير أنشطة نفير بمناسبة الفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال، وكان عدد المشاركين في النفير 150 موظفا من مؤسسات ريدسي جنرال ميلز وهيئة الكهرباء وإدارة المدينة وقسم الجنسية والجوازات والبنك التجاري، وقد قاموا بتنظيف وسقي الأشجار في حديقة الشهداء. وقال السيد عندومزا ميكائيل أحد المشاركين في النفير إن أنشطة النفير المنتظمة في حديقة الشهداء
تخلق راحة الضمير. وقد احتفلوا بمناسبة الفاتح من مايو بما يليق وعظمتها، لأنها تذكر بنضال العمال الجاري لضمان حقوقهم. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن سكان ضاحية بيت جبريل في مديرية عدخالة الإقليم الجنوبي يقومون بتسيير أنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه. ويجري العمل الذي يشتمل على بناء المدرجات القنواتية لحماية التربة الخصبة من الانجراف، خاصة في المناطق المرتفعة قبل دخول موسم الأمطار. في غضون ذلك يقوم سكان منطقة موسودا بصيانة طريق يؤدي إلى منطقتهم، منسقين طاقاتهم وقدراتهم. وقال السكان إن الطريق الجاري صيانته كان يعيق حركة المرور ويؤثر سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتجري أعمال الصيانة قبل بدء هطول الأمطار. في الختام ناشد خبير تنمية البذور في مديرية عدخالة السيد فسحية كفلي المواطنين للقيام كالعادة بتسيير أنشطة حماية التربة والمياه والقيام بالتحضيرات اللازمة مع دخول موسم الخريف. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء أن ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. توعد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مناسبة ردا على العقوبات الروسية بحق 8 مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان ومفوض، منددا بالقرار غير المقبول وغير المبرر للسلطات في موسكو. فقد أشار رؤساء المؤسسات الثلاثة الرئيسية للاتحاد في بيان مشترك إلا أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية. ولفت رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورزولا فوندير لاين إلى أنها هذه الخطوة غير مقبولة وليس له أي مبرر قانوني ولا أساس له بالكامل. وكانت روسيا قد منعت في وقت سابق 8 مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي والمفوضة فيرا جوروفا ومدعي عام برلين يورغ راباخ والنائب الفرنسي جاك مير والمقرر الخاص حول تسميم المعارض أليكسي نافالني لدى الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا. لقي 16 مريضا مصابا بكوفيد-19 وممرضتان حتفهم في حريق في مستشفى في ولاية جوجارت الهندية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة الانتشار للوباء تفوق طاقة قطاعها الصحي. وكان نحو 50 مريضا يعالجون في المستشفى الذي يتألف من 4 طوابق في باروش في ولاية جوجارت الغربية، وقد تم إخماد النيران. ويعاني نظام الرعاية الصحية في الهند من نقص في التمويل منذ فترة طويلة، بينما أدى انتشار وباء كوفيد-19 مؤخرا إلى نقص خطير في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات التي يموت أمامها مرضى في عدد من المناطق. هذا وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال الساعات 24 الماضية في البلاد، في رقم يشكل سابقة في العالم. أعلنت السلطات الصينية مقتل 11 شخص وفقدان 9 وجرح أكثر من 100 آخرين في عاصفة شديدة في مدينة ساحلية بالقرب من شنغهاي. وضربت العاصفة التي رافقتها رياح عاتية مدينة نانتونغ الواقعة على شمال المصاب يانغستي أطول نهر في الصين. وقال مجلس المدينة إن العاصفة تسببت بمقتل 11 شخص وجرح 102 آخرين وإجلاء 3050 شخص. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجاري مائية.
وبسبب قوة الرياح جنح قارب صيد، مما أدى إلى سقوط أفراد طاقمها إلى 11 في المياه، وقد انتشل 2 منهم فقط، بينما فقدت 9 الآخرين. والخبر الأخير في هذه النشرة: على علو 175 مترا فوق نهر بايفا دشنت البرتغال أطول جسر مشاة معلق في العالم في شمال البلاد، وهو يتخطى بطوله البالغ 516 مترا الرقم القياسي السابق العائد منذ العام 2017 إلى عبارة شاريل كون في جبال الألب السويسرية. ويبلغ طول الجسر 516 مترا، واستغرق بناؤه عامين بكلفة تصل إلى 2.3 مليون دولار، ويستغرق الشخص من 5 إلى 10 دقائق لعبور الجسر. ويتألف هذا الجسر المعلق في منطقة أروكا من 127 منصة مشبكة متصلة ببعضها البعض، ودعائم معدنية يبلغ طول كل منها 1.20 متر، وترتبط بأسلاك فولاذية مع الركائز المقامة. وكانت هذه المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصلا مسارا ممتدا على 8 كيلومترات من العبارات الخشبية التي تصل حتى عمق الوادي. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.